في لحظة بنعدي بيها بتبقى عارف كويس جدا القرار اللي انت عايز تاخده المفروض يبقى ايه، وعارف ايه هي الخطوات اللي انت محتاج تعملها، ولكن وقت التنفيذ الواحد بيقف وما بياخدش اي خطوة. يا ترى ده بيحصل ليه؟ خوف يمكن؟ ساعات بيبقى خوف، ولكن بيبقى مش خوف من الفشل، ولكن بيبقى خوف من التغيير نفسه. التغيير بيبقى معناه ان انا هخرج بره منطقة الامان اللي انا متعود عليها، وهروح ناحية منطقة جديدة عليا اول مرة اشوفها. ومعروف ان الانسان عدو ما يجهل. لكن فكرة التغيير في حد ذاته أوقات كتير بيبقى هو الطريق الأساسي إن الواحد يحقق خطوات كبيرة، يحقق نجاحات كبيرة، إن الواحد يكتشف في نفسه حاجات عمره ما كان هيكتشفها لو هو واقف في نفس النقطة. طب أنا المفروض أعمل إيه؟ المفروض إن أنا أتعامل وأفكر في التغيير على إنه هو ممكن يكون فرصة حقيقية للنجاح والتقدم. فبكل بساطة ابدأ حتى لو إيدك لسه بتتهز. ابدأ حتى لو انت مش جاهز، لان الجهوزية دي مش شعور، ولكن الجهوزية دي بتبقى قرار وبتيجي مع الخطوات وبتيجي وانا ماشي في الطريق. وساعات بيبقى الحل ان الواحد يحقق حاجة كبيرة، ان هو يرمي نفسه في البحر.